اللي بتسويها إيران ضد المملكة العربية السعودية. قلتها زمان وحرجع أكررها وحكررها 1000 مرة. إيران السلاح الوحيد اللي في يدها الحرب الإعلامية فقط، لا حيلة لها غير الحرب الإعلامية. إيش دورنا كمواطنين؟ أنا كمواطن دوري الهدف الأسمى إني ألتف حول الكيان الأكبر اللي هو الدولة المملكة العربية السعودية. ما تسمع الإشاعات في وطنك، ما تسمع الإشاعات، ما ترضى، ما تقبل لما أحد يتكلم على بلدك أو يحاول يضعفها بأفكار، ما ترضى إنك تسمع. انت ترضى احد يتكلم في اهل بيتك؟ زي كده دولتك لما احد يرسل اشاعات يحاول يزعزع ثقتك بدولتك، زي كأنه يحاول يزعزع ثقتك باهلك، باهل بيت. هدف الام، هدف الاب، يا اب يا ام، لا تقضي وقتك برا البيت. شوف عيالك ايش بيقروا في الانترنت، شوف الافكار اللي ممكن تغسل مخهم وتخليهم وحوش. شخص دخلك في الانترنت حرضك على بلدك، صدقني هذا شخص يبغى يشوفك في يوم من الايام مشتت، حاسدك على نعمة الامن والاستقرار والحياة السهلة اللي انت. العراق من قوة الحروب صارت صحراء، تساوت بالأرض. سوريا من قوة الحروب تساوت بالأرض. دولتك في وسط المعمعة هذه صلبة واقفة على رجلها، أحمد الله. الشعوب حوالينك من شمال وجنوب وغرب جيعانين مشردين، انت الحمد لله بتلبس أحسن لبس، بتاكل أحسن أكل، عايش في أمان. شفت إيران اللي قاعدة تتكلم باسم حقوق الإنسان ضد دولتك وتدافع عن الليبرالية اللي موجودة عندنا في الدولة؟ إيران قاعدة تهاجم دولتك باسم حقوق الإنسان اللي احنا اصلا اللي اخترعناها قبل ما هم اصلا يعرفوها. اللي قاعد يساعدك لتفكيك وتشتيت دولتك على انه هو اصلا انسان حيكون ارأف وارحم بيك من دولتك، خدعك، والله خدعك، والله العظيم. وهذا ان شاء الله يوم لن يأتي. لو دخل الجندي الفارسي للمملكة العربية السعودية، وهذا يوم بعيد، لا قدر الله، الله لا يقولها، لو دخل الجندي الفارسي الى بلدك، وهذا ان شاء الله مستحيل، لو دخل ما حيقتلك، لو قتلك رحمك، أعطاك هدية، ما حيقتلك. أبسط شيء ممكن يسويه في انتهاك عرضك يتبول والله وانتو بكرامة يستجمر في رجل زوجتك في عرضك، يطهر من النجاسة. مراهقين أرجعوا لعقلكم، ما في أحد أحن من بلدك عليك. أسأل المشردين يعرفوا معنى هذه الجملة. إذا المراهق اللي بتقرأ أفكار ناس بيوضحوا لك انه انت مخدوع دينيا، بلدك الدرع الحصين للدين الان في العالم. بلدك الان بتقاتل ببسالة في الحد الجنوبي وبتدفع مليارات عشان تحمي عرضي وعرضك وحرمتك وحرمتي. قنوات كثيرة قاعدة تخوف وتقول انه الجيش السعودي في هزائم. الجيش السعودي لو في هزائم في الحد الجنوبي كان انسحب من زمان، ليش مستمر؟ اللي قاعد يوهمك انه الجيش السعودي في هزائم في الجنوب، الحوثيين ما قدروا ياخذوا شبر من الحدود، شبر واحد، فكيف جيشك في هزائم؟ لا تخلي احد يلعب في عقلك. انا ما بطبل ولا بغني ولا بقول الكلام هذا رياء، شهادة لله. دولتك بتخسر وبتحط الغالي والنفيس عشان تخدمك وتخدم دينك. روح الحرم تطوف، الرخام تحتك زي الثلج، مو حاطين لك رخام ناعم مكيف كمان. ايش تبغى اكثر من كده؟ ايش الدولة تقدر تقدم اكثر من كده؟ ولسه صح عندنا بعض المشاكل في الصحة، عندنا بعض المشاكل في الخدمات العامة، لكن مو معنى كده انه الدولة ما بتقدم. الدولة بتحاول وبتقدم وبتبني. عندك شوية ما لقيت وظيفة تروح تبيع بلدك؟ والله رحت الصحة لقيت دكتور ما يخاف الله خدمك بطريقة خطأ تروح تبيع بلدك؟ خلاص تكره تنكر كل الجميل؟ اللي ابغى اقوله انه نكون كلنا كيان للسعودية، كلنا من اصغر طفل فينا لاكبر شيخ فينا، كلنا سلمان بن عبد العزيز. الان دور كل واحد فينا انه ما نسيب المراهقين امثال الشخص هذا اللي قتل ولد عمه ضحية للافكار السوداوية المناهضة. راقبوا اطفالكم من خطر الانترنت. اسف طولت عليكم في هذا الموضوع.